ناس كتير منكم يا جماعه الخير بتربي زغاليل في اي وقت في السنه، والله العظيم ده اكبر غلط. الزغاليل دي بتموت منك، والزغاليل ديت ما بتعرفش ان انت تربيها بشكل سليم. الحمام يا شباب، الزغاليل اللي احنا عايزين نسيبها عندنا في مكان ليهم ميعادين في السنه، ليهم وقتين في السنه ان احنا نسيب فيهم الزغاليل. هتلاقيهم بصحه كويسه عندك، وهتلاقيهم بيفرخوا عندك ما شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه الخير؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. فيديو النهارده فيديو جميل جدا، الناس كلها والله هتستفيد منه عشان الناس ما يموتش منها زغاليل. الناس يا شباب معظمنا بنجيب زغاليل عشان احنا نربيها في المكان، عشان احنا نستفيد منها وان احنا نكسب منها. ادعمونا بالله يا جماعه الخير عشان نوصل الفيديو ده للناس، عشان الناس تستفيد من تربيه الحمام. ما نربيش حمام في اي وقت من السنه عشان الحمام ده هيموت مننا بعد كده. افضل وقت يا شباب ان احنا نربي فيه في السنه هو الوقت اللي انا هقول لكم عليه دوت. بس قبل ما نربي حمام يا جماعه الخير لازم نختار حمام ان احنا نعرف نربيه. يعني جوز حمام زي كده يا جماعه الخير، جوز ما شاء الله تعالى حمام طلع، ده حمام بلد يا شباب، ده حمام بلد يا شباب. وهوريكم مقارنه بالحمام اللي هو جنبه دوت، الحمام القليل ديت. الحمامه يا شباب اللي ماسكها دي تعدي النص كيلو، دي يا جماعه الخير اللي هعرف استفيد منها بعد كده، ما اعرف افرخ منها وكده. دي زغلوله يا جماعه الخير ما يجيش، يعني مش عايز اقول لك يجي 200 جرام، ده لا يصلح للتربيه، ده ما ينفعش ان احنا نربيه نهائي نهائي نهائي. نجيب الزغاليل يا جماعه الخير، الزغاليل الضعيفه ديت ما ينفعش ان احنا نربيها. نجيب زغاليل يا شباب باحجام زي ما شايفين كده ما شاء الله تعالى. الاحجام ديت هنعرف بعد كده ان احنا نفرخ منها، وهنعرف ان احنا بعد كده ان احنا نجيب منها زغاليل كويسه. ولكن يا شباب الزغاليل الضعيفه ما ينفعش نهائي ان احنا نربيها عندنا، لان الزغاليل ديت هتعمل معاك مشاكل بعد كده كتير، مشاكل كتير. يعني نبدا وانا ببدا اربي زغاليل او عايز اجي اربي زغاليل، ما اجيبش غير الزغاليل التلتينات اللي حجمها كويسه، الزغاليل اللي اهاليها اصلا منتجه. في سلالات يا جماعه الخير ما شاء الله تعالى بتفرخ طول السنه، وفي سلالات بتيجي وقت من السنه بتريح. يبقى انا اختار، لو انا ما عنديش حمام بقول للراجل اللي انا هشتري منه حمام، اقول له انا عايز زغاليل احجامها كويسه، عايز زغاليل اهاليها اصلا بتفرخ كويس، عشان نعرف انتج منها بعد كده، وعشان اعرف ان انا اخد منها زغاليل باحجام كويسه بعد كده. شايفين يا شباب خير ربنا كتير ازاي؟ بنقي منهم في وقت معين زغاليل عشان اسيبها. اول وقت يا جماعه الخير لما بيبقى في شهر واحد بيبقى الساعه شديده، الساعه بتبقى شديده جدا في شهر واحد. شهر واحد ده يا شباب بيبقى الحمام خلاص هو طالع، لاقي ساعه طالع من البيضه، لاقي الجو على كده، فابدا اسيب الحمام في الجو الساعه الشديده، اسيبه واربيه عندي في الساعه الشديده. ما تقوليش الزغلول هيموت منك، لا، الزغلول طالع اصلا من البيضه، لا الجو ده، لا ده الطبيعي بتاعه. في ناس بتربي حمام في اوروبا، في ناس بتربي حمام في روسيا. روسيا ده يا شباب بدرجه حراره تحت الصفر، والحمام بيتربى عادي ما عنديش اي مشكله. ولكن ما ينفعش ان احنا نربي حمام واحنا طالعين من الشتاء، فاصل الشتاء من الصيف، ما ينفعش ان احنا نربي فيه حمام نهائي مطلقا. الحمام هيموت مني، والله عظيم الحمام هيموت منك. فاوعى تربي حمام في الوقت ده من السنه، ورب حمام معاك من شهر واحد ومعاك شهر اتنين ومعاك شهر تلاته، تبقى فيه سقعه شديده جدا، رب فيها حمام زي ما انت عايز، هتلاقي عندك الحمام بصحه كويسه، هتلاقي عندك الحمام بيفرخ بعد كده بصحه كويسه، وهتلاقي الحمام طالع عبال ما يكون طالع على الصيف يكون المناعه بتاعته اتحسنت، وتكون الحمامه خلاص هي بقت مناعه كويسه، هيبدا يتحمل الصيف وهيبدا يحمل الشتاء. الوقت التاني يا جماعه الخير الحر الشديد، يعني احنا دلوقتي في شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 نربي فيهم حمام، نربي فيهم حمام الثلاث شهور دول من السنه يا جماعه الخير، نربي فيهم حمام. هتلاقي الحمام بتاعك برضه هيبقى طالع من متعود على الجو، هيعرف بعد كده ان هو ده الطبيعي بتاعه، عبال صحته ومناعته ما تعلى شويه هيبدا الحمام برضه ان هو يستقر عندك في المكان، والحمام هتلاقي صحته كويسه، والحمام هيفرخ منك باذن الله تعالى، وهيفرخ معاك حمام كتير وزغاليل كتير باذن الله تعالى. ونختار يا جماعه الخير السلالات اللي هي منتجه، نختار السلالات اللي هي منتجه، ما نجيبش اي حمام ونربيه عندي عشان الحمام ما يموتش مني. يا رب يا شباب الفيديو بتاع النهارده تكونوا استفدتوا منه حاجه، ودعمونا باللايك يا جماعه الخير. وعدكم فيديوهات قويه جدا جدا الفتره القادمه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.